بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من ذا بول كاست. النهاردة معانا ضيفنا وضيف حضراتكم واحد من الحراس اللي ليهم بصمة في الكرة المصرية، وكمان لف وتواجد كتير في الأندية المصرية في الدوري المصري. عندنا حارس النهاردة، يعني عايز أقول لك إن في كمية لعيبة اتعصبت. يعني كابتن ابو تريكه اتعصب منه، كابتن محمد بركات اتعصب منه، كابتن محمد فضل اتعصب منه، ما فيش تقريبا مهاجم في مصر ما اتعصبش منه. فمعانا ومعاكم الاسطوره الحيه المعاصر والمخضرم كابتن علي فرج. منورنا يا كابتن علي. حبيبي معتذر، متشكر جدا طبعا على تلبيه طلبنا، وحضرتك منورنا والله ومشرفنا. حبيبي الله يحفظك، ان شاء الله اكون ضيف خفيف عليكم ان شاء الله. الله يكرمك يا كابتن، الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله احنا في الفري جدا، الدنيا بيس، احنا في بودكاست حبيبي. انا عايز اتكلم معاك في كذا حاجه، بس خلينا نبدأ من الحاجة اللي تقريبا مفيش أهلاوي لما بنقول له علي فرج ما بيفتكرش على طول ماتش 2010. ماتش 2010 نهائي الكاس 1-1، والحرس كان مأدي أداء كمان عالي قوي وجايب جون. خرج الشوط أولاني خلاص، جاب جون في الآخر. بعد كده الأهلي بيتعادل بصعوبة من محمد بركات. بعد كده أداء ملحمي وبطولي من كابتن علي فرج في الشوطين. أنا عايز أعرف الماتش ده حضرتك كنت عايشه إزاي، كنت شايفه إزاي، تحضيراتك كانت في الماتش إزاي، أو تحضيرات الفريق كله كانت إزاي، إيه المواقف اللي حصلت في الماتش نفسه؟ أكيد حصل حاجات كتير. والله بص، هو الحمد لله اول حاجه توفيق ربنا سبحانه وتعالى. طبعا احنا عارفين الانديه الجماهيريه، النادي الاهلي ونادي الزمالك اكبر انديه جماهيريه في مصر كلها وفي طبعا. الوطن العربي طبعا. والحاجه اللي كمان يعني بتدي الواحد حماس اللي هو اللعب قدام الجماهير. أكيد. الحاجه الثانيه ان احنا الحمد لله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى، ده مش جديد على نادي حرس الحدود، ان احنا قبلها في 2009 كنا واخدين بطوله من نادي الانبي، مظبوط، وخدنا السوبر من نادي السوبر المصري. مظبوط. بس دي كانت اول مشاركة يعني نهائي، اول مشاركه في النهائي. وقصاد النادي الاهلي بجماهيره. طبعا دي حاجه كانت كبيره جدا، يعني ان الواحد ان هو يخش مباراه زي كده بتبقى فيه رهبه كبيره. لا، ومش الاهلي العادي ده طبعا، ده التريكه وبركات واحمد حسن، ده في كارثه. ده الجيل العظيم، ده الجيل اللي عمل 3 افريقيا يا كابتن. والله من الحاجه الواحد اللي هو بيتشرف بيها ان هو لعب في الجيل ده، ان حصل. دي يعني من الحاجات اللي بقول ان انا محظوظ فيها، ان انت تلعب في جيل عظيم زي ده، وان انت تقدر تاخد بطولات وانت ما تلعبش في نادي اهلي وزمالك او نادي جماهيري اصلا. دي حاجه انا شايفها كبيره جدا بصراحه، وبحمد ربنا سبحانه وتعالى عليه. طب تحضيراتك كانت ازاي في الماتش، بما انه ده اول ماتش تلعب قصاد الاهلي شخصيا، تلعب قصاد الاهلي في نهائي بطوله في ملعب تقريبا متقفل، جمهور الاهلي بكثرته بعظمته بصياحاته بكله، تحضيراتك كانت ازاي؟ خلي بالك، هي ما بتبقاش تحضيرات انا بس، الميزه اللي انا كنت فيها والحاجات برضو اللي انا بقول ان انا محظوظ فيها، انا كنت بلعب تبع مؤسسه. المؤسسه دي طبعا عشان خاطر يبقى فيها نجاح لازم يبقى فيه رئيس نادي قوي زي اللي هو عبد الرحيم الله يرحمه، كان قائد قوات حرس الحدود ورئيس النادي. طبعا كابتن طارق العاشر كان ليه افكار كتيره، مش داخل الملعب بس وخارج الملعب. يعني من الحاجات الجميله ان هو جاب لنا حد ان هو يعملنا نفسيا، يعني دكتور نفساني، انه يبدا يقعد معانا، معد نفسي مثلا. يبدا يقعد معانا ويبدا يتكلم معانا ويبدا يطلع مننا الرهبه، يبدا يجيب لنا حاجات زي مثلا حاجات من افلام اكشن، حاجات من ماتشات اللي بيطلع كرة من على خط الجون. هي الحاجات دي بتجيبها كابتن فعلا، طبعا تعمل تأثير نفسي. يعني على فكرة احنا قبل الماتش بيوم بدأ يقرر لنا الحاجات زي كده في المعسكر، ما كانتش محاضرة كروية او خطة ان احنا نلعب بيها، هو لعب على الحتة النفسية، على الحتة النفسية وعلى حتة الإرادة، ومش ان احنا كمان ما نشبعش من البطولات، ان احنا قبلها كنا واخدين بطولتين. تمام. لا، بيديك تجديد الدوافع، الإصرار والعزيمة ان انت تقدر تكمل، وان انت ما تنزل مباراة الاهلي مش هايب النادي الاهلي، لا، عندك الاصرار والعزيمة دي تقويك على النادي الاهلي. وده فعلا حصل في المباراة، وفعلا كانت اللعبة كلها رجالة، وكنا نازلين عندنا حافز كبير. عشان كده توفيق ربنا سبحانه وتعالى وقدرنا الحمد لله ناخد البطولة من النادي الاهلي. لما اقول لك يا كابتن ان انت هتلعب قصاد تريكة وبركات واحمد حسن وعتاولة يعني واقع الكلام ده عليك كحارس مرمى في نهائي بطولة كاس مصر، اعظم بطولة مثلا موجودة في الجمهورية، ده بيبقى ازاي؟ او على مستوى الحراس ده بيبقى ازاي لما اقول لك ان انت هتلاعب كذا قنبله؟ ده بيبقى واقعه ايه على الحارس؟ هل ده بيزيدوا اصرار مثلا انا لا لازم اطلع اقوى حاجه عندي واجود حاجه عندي عشان اظهر، ولا بيبقى فيه قلق، فيه رعب، فيه مذاكره اكتر للاعب ده وهكذا؟ لا بص، دي نقولها مثلا لو المجموعه دي موجوده حاليا، بس انت لما يكون معاك فرقه قويه زي نادي حرس الحدود، معاك في المدافعين احمد عاصم، احمد سعيد اوكا، عندك محمد حليم، عندك احمد عيد عبد الملك، احمد عبد الغني، كابتن عبد الحميد بسوني،
يعني لو قعدنا نقول اسامي مش هنعمل كابتن محمد فعلا مكي. هي يعني انت برضو معاك ناس ان هم بيطمنوك. اكتر حاجه الحارس يطمن ليها لما يكون معاه دفاع قوي وفرقه قويه. والفتره دي بفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان لعيبه نادي حرس الحدود كلها يعني من الميزات انها كلها كانت معروفه اذا كان شكلا او اسما. دلوقتي مثلا ممكن تلاقي معظم لعيبه كتيره معروفه اسما بس مش معروفين شكلا، لا من اداء حرس الحدود او اتنسوا، يعني ممكن يكون مذكورين اسما بس شكلا مثلا مش فاكرينهم بس لعيبه حرس الحدود لا، يعني الحمد لله اي حد من لعيبه حرس الحدود كان بيمشي في الشارع لا الناس يعني لا كانت متابعه مع انه نادي مؤسس، بس عشان خاطر يعني الكره اللي بنلعبها والبطولات اللي خدناها والشكل الرجولي اللي احنا كنا بنلعب بيه لا يعني لا هو احنا خلينا نتفق وانا اكمل وارى كلامك كمان ان حرس الحدود في الموسمين دول بالتحديد كان حاجه تانية. بس كان حاجه مش حرس الحدود بس، يعني من ميزه الدوري في الوقت ده انبي كانت فرقه قويه جدا. كان اغلبيه الفرق لا فرق جامده جدا مش حرس الحدود لا بس اللي لمع اكتر كان حرس الحدود في الفتره دي. اكتر حاجه لمعت وبزغت جامد كانت حرس الحدود. ما هو اي حد بيلمع عشان خاطر البطوله طبعا. بس لو جيت في قوه الفرق لا هتلاقي كانت الفرقه كلها قويه. يعني غزل المحله كان ليه شنه ورنه، نادي الاتحاد السكندري ليه شنه ورنه، الانديه كلها لا كان فيها شنه ورنه، واغلبيتها كانت انديه جماهيريه مش انديه شركات زي ما احنا شايفين دلوقتي. اغلبيه دلوقتي خلاص كله شركات ما فيش غير تقريبا 4 5 تقريبا. دي كانت بتفرق كتير طبعا. طيب يعني ما حصلش مثلا تاتشايه كده من تريكا من بركات مثلا اثناء الماتش؟ اصل انت عصبتهم. يعني احنا لو نرجع للماتش تريكا كشر، تريكا اللي دايما مبتسم وبيضحك تريكا كشر، فاكيد حصل تاتشايه من هنا تاتشايه من هنا استفزتهم مثلا. لا هو كان ميزت انا في الحته دي من فضل ربنا سبحانه وتعالى عليها ان انا هادي في الملعب. حتى لما بكون مثلا يعني بنلعب النادي الاهلي، طبعا انا عارف قيمه النادي الاهلي كبيره جدا او نادي الزمالك، بيبقى عندي هدوء اعصاب كبيره جدا. يعني ما بحاولش اجيب الكره بسرعه طول ما انا متعادل او كسبان. بحاول ان انا اشوف الحق الشرعي ليا ان انا اقدر اهدي الدنيا باكبر قدر ممكن. كنت بحاول اعمله. طبعا النادي الاهلي متعودين او نادي الزمالك الانديه الكبيره دي مش متعودين ان هم يبقوا متعادلين او خسرانين، بيبقى العصبيه عندهم زي البطولات. انا كنت يعني بتعامل معاهم بهدوء بس كنت بحاول اتجنبهم عشان ما يحصلش مشادات بينه وبين اللي داخل معاه، او يعني ما حدش يديك كلمه كده حد يديك كلمه كده. لا هو كله كان باحترام. طب سؤال بامانه الكره بتاعت فضل لمست ايدك وراحت للعارضه بامانه؟ لمست يعني يا دوبك عقل الصباع بس عشان اكون صادق معاك. انت تعرف ان اعلاميا انت ما خدتش حقك، يعني كله قال لك جت في العرض. والله بص كله قال لك جت في العرض. يعني هو سبحان الله حتى لو دي يعني ما خدش حقي فيها، بس يعني المباراه ظهرت فيها بمظهر واداء زمايلي وفرحتي يا كابتن انا كنت متعصب يا كابتن يعني وانا بتفرج يا كابتن انت عصبتني انا شخصيا. احنا خدنا البطوله خلاص ده يعني ومن النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا يعني ده شرف من الواحد. عارف انت لو خدت البطوله يعني احنا خدنا من انبي مش فرحتنا زي ما خدناها من النادي الاهلي. هو دايما لما تيجي تاخد بطوله نادي كبير ونادي محترم ونادي كل حاجه، بس جماهير لما تيجي لما تاخد بطوله من فرقه كبيره تبقى يعني بتفرق معانا في حته تانية خالص. هو عموما اعتقد ان كل اهلاوي كان بيفتكر لحضرتك تقريبا النص ساعه اللي هي الشوطين ده كانت قصه تانية. ده كابتن علي فرج شايل الفرقه على كتافه وطالع بيهم للضرب. بس انا فعلا كان مستفزني جدا ضربه الجزاء دي، يعني ضربة الجزاء بتاعت كابتن محمد فضل في التسديدات. يعني ان لا اصل لمس الكابتن علي، تبص الناحيه الثانيه تقول لك لا ما لمستش كابتن علي، هي راحت على العرض على طول. فانا قلت اسالك، احنا قاعدين مع بعض فقلت اسالك على بامانه. بعدها فتره انا كان في كذا ماتش العبه قصاد كابتن محمد فضل ويكون في توفيق رهيب يعني من ناحيتي ليه هو. يعني مثلا يجي مثلا كنت انا في الفنان بن سويف وهو كان في سموحه وشلت منه واحده بالدماغ في الدقيقه 45 من الشوط الثاني. وماتشات كتيره كده. جيت ماتش كنت انا قاعد بديل، كنت مع سموحه ساعتها، كنت انا بقى رحت سموحه وهو كان تقريبا في رجع المقاولين. لقيته جاي لي قال لي على فكره انت الجون الوحيد المحظوظ عليا. بصيت له مش عارف اقول له ايه. لا هو الواحد بيفرح بحاجه زي كده. وانت شلت منه كور برضه في ماتش الاهلي ده. شلت واحده بالدماغ دي كانت خلاص رايحه يعني. خلي بالك لما يجي برضه وتسديده البركات وتسديده لتريكا لا الله اكبر يا كابتن يعني الله اكبر يعني يا كابتن. طيب خلينا نرجع برضو للمشوار بتاع حضرتك. يعني حرس الحدود، بالتليفونات بني سويف، اتحاد وسموحه، بتروجيت، نرجع
ترجع حرس الحدود تاني، طنطا، المجد السكندري. حضرتك لعبت في انديه كتير جدا من الدوريات المصريه، لو او من الفرق المصريه اسف. لو قلنا مثلا المراحل او المحطات اللي انت عديت عليها، مين اكتر مرحله مثلا كنت مستمتع بالتجربه فيها؟ ايه الفرق بين التجربه مثلا في النادي الجماهيري والنادي اللي ما عندوش قاعده جماهيريه او نادي شركه؟ يعني بتروجيت معروف ان هو نادي شركه مش نادي جماهيري، نادي الاتحاد طبعا نادي جماهيري. بص حضرتك، انا يعني ده سؤال جميل جدا. يعني انا حرس الحدود انا لعبت لي 10 سنين طبعا. يعني هو كان صاحب فضل كبير عليا طبعا عشان يكبر اسم علي فرج ده، يعني دي حاجه ما حدش يقدر يتكلمها. بس فعلا المتعه واللي انا حسيت فيه ان انا لعيب كوره، اول نادي جماهيري لعبت فيه نادي الاتحاد. وانا الحمد لله يربطني بنادي الاتحاد بجماهيره او بمجلس ادارته علاقه قويه جدا. والحاجه الثانيه انا بقول برضو من الحاجات، يعني كل شويه اكررها بس بحاجات تانية، ان انا محظوظ جدا بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان انا لما اروح نادي الاتحاد، النادي الجماهيري، النادي الكبير جدا، العب مواهب نادي الاتحاد. وده كان يعني حاجه من الحاجات اللي انا حاططها زي بطوله النادي الاهلي. يعني الواحد بصراحه يتشرف ان هو لعب مواهب نادي الاتحاد، ان ساعتها كان رئيس المئويه الحاج محمد مصلحي. طبعا قيمه كبيره، قيمه وقامه في اسكندريه كلها. وطبعا من الشخصيات الجميله جدا. طبعا لما هو خد، كان ساعتها مش رئيس النادي، كان الدكتور مشالي هو رئيس النادي. بس هم ساعتها ادوا له هو رئيس المئويه طبعا لقيمته الكبيره، وان هو كمان الراعي واللي هو اللي كان بيصرف على المئويه نفسها. طبعا عمل حاجه تشرف نادي الاتحاد وتشرف اسكندريه وتشرف مصر كلها بماتش سبورتنج لشبونه. طبعا. لا، ونادي الاتحاد نادي جماهيري كبير وسيد البلد. يعني هو هناك ما شاء الله نادي الاتحاد شعبيه كبيره، مش في اسكندريه بس. يعني تقريبا من الماتشات اللي بتبقى حلوه في الدوري المصري لما تلاقي الاهلي بيقابل الاتحاد السكندري، الزمالك بيقابل الاتحاد السكندري. بس طب ايه اللي ممكن نعمله في الدوري طب يا كابتن عشان يبقى الدوري يرجع للدوري اللي احنا كنا عايشين عليه قبل كده؟ يعني لو تفتكر الدوريات اللي كنا بنقعد عليها مثلا غزل المحله والاتحاد والاسماعيلي والاهلي والزمالك، وكان بيبقى في اسوان مثلا وبتاع، كان بيبقى الملعب متقفل والكوره والناس كلها مهتمه. دلوقتي الناس مثلا ممكن ما تكونش مهتمه قوي بالدوري المصري، صح ولا انا غلطان؟ خلي بالك، انت برضو احنا قلنا في اول كلامنا حته حلوه قوي. الجماهير عامل كبير جدا لمتعه كره القدم. طبعا يعني بعد الثوره ما حصل ان منع الجماهير بدات تخش تدريجي. بدات دلوقتي اللي استحوذ على الدوريات كلها اللي هي المؤسسات والشركات والحاجات اللي زي كده. طبعا ده بيقلل من المتعه، ان انت لما بتيجي تلعب في ماتشات مثلا ماتشات كبيره ودوري ممتاز، بس بتحس في الاول وفي الاخر انت بتلعب دوري شركات. لا، لازم يعني الشركات لازم تشوف مثلا تتبنى الانديه الجماهيريه وتلعب باسمها. دي هتفيد النادي الجماهيري وهو هيستفاد كمان من شعبيه النادي. هتدخل له جماهير كتيره. يعني انا شايف بيراميدز ان هو عايز يروح يلعب في بني سويف. لو لعب في بني سويف هيكسب قاعده جماهيريه بني سويف كبيره جدا. يعني لولا لما الماتش اللي هو النهائي ان الناس كلها دعمته والناس راحت، لا ما كان هيبقى المنظر بتاع النهائي بطوله افريقيا او ما كانش هيبقى على المرام، ان هو اصلا ما عندوش قاعده جماهيريه كبيره. بس لما راحت جماهير من فئات المحافظات والحاجات اللي زي كده، لا ادت شكل وادت رهبه لنادي بيراميدز ان يقدر ياخد بطوله افريقيا، ودي حاجه شرف لمصر كلها. يعني انا عن نفسي كمتفرج او متابع هقول جيد للدوري المصري. ما بقتش بشوف الدوري المصري زي الاول، حتى لو في فرقه معينه بحب اتابعها او مدرب معين مثلا عجبني الفكر بتاعه. زي مثلا انا بحب جدا كابتن علي ماهر. انا بشوف الراجل بيأدي كوره يعني بيأدي كوره كويس، ولما بيروح في اي حته بينجح. يعني بيعمل تأثير، مش هقول نجاح ساحق جامد يعني، بس بيعمل تأثير يعني. فأنا بتمنى إن الكورة ترجع تاني في الدوري المصري من الناحية الجماهيرية، ان هي ترجع يبقى في منتخب السويس موجود، اسوان موجود، غزل المحله موجود، اللي هي الفرق اللي بتعبر او بتمثل الاقاليم عشان نحس بمتعه الكوره، صح؟ طبعا. خلي بالك في مثال للحته دي. يعني نادي بتروجيت ايام ما كان في الدوري الممتاز وبيلعب في السويس، لا كان بيجي له جماهير كتيره وكان لا بيدي روح للدوري. دلوقتي نادي بتروجيت لما جه راح القاهره وراح كتير يعني على قد ما هو بيبقى اداؤه، بس تحس ان لا مش زي ما كان بتروجيت لما كان بيلعب في السويس وبيلعب قصاد جماهير. بالظبط. وحتى كمان الاداء اللي كان بيحصل من بتروجيت في الايام الماضيه غير بتروجيت بتاع دلوقتي. كان عظيم ساعتها كتير. عمرو حسن، اسامه محمد، كتير اسامه هنقعد نقول وكان من الماتشات اللي بتبقى معقربه بالبلدي كده او بالكوره قصاد الاهلي والزمالك. ميزه جنة لما بتيجي تتكلم على فرق، لا هتجيب كل فرقه ليها اسامي، لا هتقول لغايه دلوقتي الواحد ما يقدرش ينساها. وحتى الجماهير المصريه في الشارع ما تقدرش تنساها، هيقولوا لك باسمه. حصل.
كاميني مارتيني بس. مش هقول اكتر من كده. كاميني مارتيني كان برضو من الحراس الظاهره جدا في الدوري المصري، حتى كمان كان بيعقرب الدنيا جامد قصاد الاهلي، قصاد الزمالك، قصاد الفرق اللي هي ذات الشعبيه الكبيره. المنافسه اللي كانت ما بين حضرتك وبين كاميني، او انت كنت شايف تواجد حارس مرمى كاميروني رقم 1 هناك وموجود في مصر، دي برضو مش بتضايقك شويه كحارس مرمى مصري كده؟ يعني عارف بتحرقك كده اللي هو ايه، يلا انت جاي تلعب عندنا ليه؟ بس انا قبل ما اتكلم على كاميني مارتيني، في ناس لعبت لحرس الحدود مش واخده حقها. زي مين يعني مثلا؟ مثلا زي كابتن وائل خليفه، كابتن عصام عبد العظيم، كابتن احمد فوزي. انا الثلاثه دولت انا كنت طالع معاهم، كنت ناشئ. يعني اول حاجه كان كابتن عصام عبد العظيم وكابتن وائل خليفه. تمام. تاني سنه مشي كابتن عصام، بقى كابتن وائل خليفه وكابتن احمد فوزي. تالت سنه مشي كابتن وائل، بقى كابتن احمد فوزي وكاميني مارتين، وانا كنت معاهم. وبدانا نخش في دوامه. بس انا الثلاثه دول فعلا لما بتيجي تخش مع ناس، مش هقول لك جوان جامدين بس، لا جوان مضاف. يعني بيحترموا الناشئ او بيحبوا الناشئ او عايزين يعلموه. انا كنت اتعلمت منهم كتير، والثلاثه كانوا قريبين مني جدا وشخصيات محترمه جدا. لما بتلاقي حد في بدايتك ان انت بتلعب وانت كنت جون منتخب وحاجات زي كده ويساعدوك، بتفرق معاك كتير. بتبدا معاك فنيا، بتشوفهم حتى هو على الطريق السلوك بتاعهم بيعملوا ازاي، بتبدا ان انت تقلدهم، ان انت نفسك تبقى زيهم. انت بتشوف جوان كبيره ان انت عايز تبقى زيهم. هل بيأثر وجود يعني احنا كده من 2009 كان القرار طلع ان ممنوع الحراس الاجانب يكونوا موجودين في الكره المصريه؟ هل وجودهم كان بيدعم الحراس المصريين عموما؟ وجودهم ده انا اقول لك حاجه نصيبه. اتفضل. انا جاي معايا كامينو، كنت بلعب شويه، هو ايه اغلبيه بس انا يعني كنت في اوقاته كنت بشارك. مظبوط. يعني اقل حاجه كنت مثلا بلعب لي مثلا 7 أو 10 ماتشات في الموسم. تمام. جيت انا جات لي اصابه في 2007 عملوا ايه؟ جابوا مرامو جم منتخب بتسوان، بقى كامينو ومرامو. بس يعني ضبشت من ناحيتين. بس انا يعني انا لما عملت حادثه العربيه جالي خلع في كتفي، عملت فيه سلامات. الله يسلمك. عملت فيه عمليه، وكان قالوا لي انت هتبطل كوره. انا قعدت سنه مبطل كوره. وجيت لما رجعت طبعا معايا كامينو ومعايا مرامو ده كان جون منتخب بتسوان. يا ابني وانا اخلص من كامين الجيل انت. والله زي ما بقول لك كده. حتى لما جيت بدات ارجع بقيت اتحايل على الكابتن طارق انه ينزلني يلعبني مع فرقه الناشئين، ان كانوا في 3 من الفريق الاول بينزلوا يلعبوا تحت. قلت له كابتن انا عايز اجهز، لغايه ما واحده الحمد لله بالاراده والعزيمه وتوفيق ربنا طبعا قبل كل شيء، ان انا بدات ارجع وبدا الماتشات دي بدات تجيبني، بدا خلاص ان هم مشوا رجلك خلاص. راحوا ماشيين مرامو، بقيت انا وكمين. انت وكمين جت اصابه بقى. لا ده كان مكتوبه لك بقى كميني بقى. قلت له كميني بقى يعني كده بقى. بس القرار ده لما اتعمل افاد طبعا حراسه المرمى المصريه عموما، صح ولا اضر؟ لا افاد. ان يعني مثلا انا لو كان يعني بعيد عن اصابه كميني ربنا ما يوريها لحد، لو ما جاتلوش ما انا ما كنتش ممكن ما اظهرش. ان هو بتبقى الاولويه، انا جايب حارس افريقي او لعيب افريقي عمري ما انا هعيده حتى لو وحش. كميني خلي بالك اول ما جه ما كانش على المستوى مثلا 50% اللي زاد بيه، لا مع التطوير ومع اللعب طبعا والحاجات اللي زي كده. كميني بقى احسن جون في مصر. يعني وصل من احسن جول في مصر، عشان طبعا ما ينفعش نقول احسن جول في مصر وفي كابتن عصام الحضري، يعني دي عمرها ما تحصل. يعني كان طبعا لا كارقام كابتن عصام في حته وباقي وصل في كابتن عبد الواحد السيد كان في الوقت ده. يعني كان في يعني بص الجوان في الفتره بتاعتنا والاسامي، وبص الجوان دلوقتي. يعني انت دلوقتي عشان تيجي عايز تبص لحد المنتخب مش عارف. ان اكبر دليل مصطفى شوبير طبعا بالاداء طبعا الكبير اللي عمله في بطوله افريقيا اللي لعبها وفي الماتشات اللي لعبها في الدوري المصري بقى خدوا جونين من النادي الاهلي. ومصطفى شوبير انا شايفه جاي يعني ربنا رب يكفيه شر الاصابات ويبارك في عمره. لا يحافظ على نفسه. لا حاجه محترمه وبيلعب برجليه يعني تحسه محترف رغم صغر السن. بيلعب برجليه وعنده ثقه في نفسه وما شاء الله في الماتشات تحس ان الكره بتحبه. خلي بالك من مهمه الحارس او اللاعب ان الكره تحبك، التوفيق يحبك. دي حاجات كبيره جدا. تعال بقى بالعكس الحته الثانيه خارج الملعب، لا
مصطفى شوبير ملتزم، عمرنا ما ملتزم. شفنا منه مشكله. اكتر واحد داعم لمحمد الشناوي ونشوفه بعد الماتشات. هو دايما يقول لك انا روحه بستفاد حلوة. منه طبعا يعني. الحاجات دي كلها مع الماتشات اللي لعبها، لا ده تحس ان في واحد عنده هدف مستني الهدف ده يجيله، بعد كده مفيش حد هيشوفه تاني خلاص. بالظبط. محدش يعني يقدر يعدل. هو انا بشوف ان هو حارس الاهلي القادم لا محاله، يعني يمين شمال هو اكيد اللي جاي. وبرضه زياده على كلام حضرتك، ان احنا لما وقفنا فكره الاحتراف بتاع الحراس الاجانب ظهر لنا ناس تانية طبعا غير الشناوي وغير شوبير وغير الناس دي، لا ظهر لنا حتى موجودين حاليا، سواء كان محمد صبحي، محمود جاد على فكره من الناس يعني بحس ان هو اصابه سوء توفيق او ان هو ما مشيتش معاه قوي محمود جاد، مع انه حارس ممتاز جدا. انا في سنه من السنين قلت محمود جاد ومحمد صبحي هو احسن في مصر، بس محمد صبحي مقصر في حق نفسه، محمود جاد مؤثر في حق نفسه ازاي يا كابتن؟ كتير. محمد صبحي من ده- ناحيه ايه؟ اصل محمد صبحي ده قاعد معايا 3 سنين في بتروجيت، كان ناشئ، تمام. عارف امكانياته كويس. امم محمد صبحي لما راح نادي الزمالك ما كانش جعان على المكان بتاعه، ماشي. ما كانش جعان على المكان بتاعه. امكانياته تخليه ان هو لا انا اموت نفسي بره الملعب قبل جوه الملعب. هو حتى بره الملعب مش يعني حسيته ان هو بعيد شويه، هو ده اللي مأثر عليه شويه في الملعب. السوشيال ميديا ولا عروض خارجيه مثلا؟ والله دي بتاعته هو، انا مش عايزها. ما هو دي الحاجه اللي بتاثر على اللعيبه دلوقتي يا كابتن. لا حاجات كتيره. احنا بنشوف اللاعب دلوقتي لما الجماهير حاجات كتيرة بتنتقده ان احنا فجاه يروح عامل لي بيان على الصفحه بتاعته. احنا شفنا دوشه شويه لمحمد صبحي دخل في حتة الأهلي مهارات. ومش عارف لا إيه. ودخل حته يقول لك مهارات ما اعرفش ايه، مع ان انا يعني ما صدقش الكلام ده على محمد صبحي، وحته سهر حته حاجات زي كده. حتى لو انت يعني في لعيبه كتير بتسهر، في لعيبه بتشرب سجاير ما حدش يعرف حاجه عنها. بركات. لا بركات قالها. بس هو قالها بس بعد ما بطل خلاص. آه. اللعيب الذكي حتى لو انا مش ملتزم ما ببينش الاعلام، طبعا ما بينش لاي حاجه، ما حدش حد يمسك عليه حاجه. الحاجات دي لما حد بيتمسك عليه حاجه خلاص، الناس لو بعد كده حلفتهم ان انت تبت ما حدش هيصدقك. يا كابتن ده الفرق ما بين جيل حضرتك سواء في اي فريق والجيل بتاع دلوقتي. زمان انتوا ما كانش عندكم سوشيال ميديا، مفيش. لا ما كانش في حاجه اسمها كده. معلش احنا لو رجعنا لمنتخب مصر 2008 ما فيش القصات ده، هو زيدان بس عشان جاي من المانيا عامل لنا حوار. كابتن ابراهيم سعيد. لا ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد كابتن ابراهيم ده ليه معاه جولات كتيره، خلي بالك كابتن ابراهيم سعيد ده يعني انا دي هفضل اقولها واقولها علني ان انا عاشرته. يقول لك انت عرفت فلان، يقول لك يقول لك عاشرته لا ما تعرفوش. لا انا عاشرته وقعدت معاه في المجلس الاسكندري، كان ليا الشرف معاه ان انا اكون مدرب حراس مرمى معاه، كان هو المدير الفني. تمام. من انظف الشخصيات اللي قابلتها. قلت له كابتن ابراهيم، حتى انا جيت في يوم قلت له، قال لي علي يعني انا في وقت ما كنت بلعب يعني الدنيا كانت واخداني، بس خلاص انا دلوقتي ما فيش الكلام ده، بس الناس هو في خلاص دماغها كده ابراهيم سعيد ثبت في هو عنده حته كده. ثانيه، بيحب السوشيال ميديا، بيحب يلعب جماهير الزمالك، بيحب هو عنده ينكش لعيبه الاهلي بس احيانا. تعالى نقعد كده مثلا مع بعض ولا حاجه، لا من انضف الشخصيات اللي انا شفتها. انا قصدي يا كابتن ان احنا لو جينا نعد الناس اللي كانت مهتمه بنفسها وشكلها في 2008 و2006 2007 هتعد على ايدك الواحده. هو زيدان عشان بقول لك جاي لنا من المانيا فكان عامل، وابراهيم سعيد كان التقليع، ميدو كان بيجي لنا برضه احيانا بالشكل وبتاع، لكن ما كانش في فكره ان انا بهتم بالسوشيال ميديا وانا بطلع اسهر اصلا انا جاي لي عرض مش عارف من فين. فده اختلاف يا كابتن بين جيل حضرتك وجيل الحالي. الجيل الحالي انا ما اقدرش اتكلم عليهم، ما اقدرش اقول طبعا عيب في حد، بس احنا بنهتم بالسوشيال ميديا، نهتم بمنظرنا، نهتم بالقصه الجديده، اصل بص انا عامل ايه، اصل ما هو برضو يعني تاثر معاه في الملعب اكيد يا كابتن، ما انا لازم اركز يا بس كابتن. الجيل بتاعنا ما كانش بيتاثر معاه، كانوا جعانين يعني. واحد زي ابراهيم سعيد مهما يعمل كان بيطلع نجم البقاء، رغم ان مالو الجوزيه حط عليه كتير قوي يعني. لا بس في الملعب تلاقيه لا حتى تلاقيه بيقعد يدعب الجماهير، يقعد يعمل لهم حركات، يشاور، يعمل بتاع، بس بتلاقيه في وحش يعني، ما عندوش حاجه اسمها لا اسمي بيأدي في الملعب. بينزل خلاص انا نازل اعمل شغلي غير اللي نازل اهم حاجه الاستشوار، التيشيرت مكوي، المنظره. حاجات اللي هي اللي تشوفها دلوقتي. طيب خلينا بقى نخش في حته تانية كده يا كابتن، ومستوى حراسه المرمى حاليا بقى في مصر. وخليني انا بحب ان انا اكون على الطبليه من الاخر، على المصطباوي كده، زي كان دكتور عندي في الجامعه يقول لك خلينا مصطباوي. محمد الشناوي مستواه متذبذب
نتفق نختلف في طبعا كفاءة محمد الشناوي، لكن حاليا مستواه متذبذب. ونفس الكلام في الزمالك، يعني محمد عواد مش في افضل حالاته. طبعا محمد عواد يعني قيمة كبيرة وامكانيات طبعا عالية، وطبعا برضه محمد صبحي وهكذا. التذبذب ده بتاع الشناوي بالتحديد ظهر ازاي، وبتاع عواد ظهر ازاي؟ لا، هو من ناحيه محمد الشناوي طبعا احنا يعني عارفين ان مستوى اللعيبه او حراس المرمى ساعات بيعلى وساعات بيقل، وطبعا مع السن لما بيقل شويه بتفرط سن عقبال ما بيرجع نفسه. يعني برضو في وقت بتلعب بيها بخبرات، وفي وقت الدنيا بتقرب منها. يعني مثلا زي شفنا في كاس العالم اول مباراه الشناوي نجم اللقاء الاول طبعا، يعني ما حدش يقدر يختلف على سواء كاس عالم سواء كاس عالم 18 او كاس عالم انديه. لا يعني كاس عالم 18 دي كان هو في الفورمه بتاعته العاليه، بس احنا بقالنا دلوقتي سنه ونص الشناوي لا مش هو الشناوي خالص، مش هو ده اللي اعتدنا عليه. ان هو حارس النادي الاهلي وحارس منتخب مصر اللي هو يعني ما حدش يقدر يختلف عليه، ومن احسن الحراس اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. يعني ما حدش يقدر يتكلم في حته زي دي. بس الفتره اللي فاتت والفتره اللي احنا فيها في تذبذب كبير. حتى انا قلتها في كذا لقاء ان كان في الوقت ده ان مصطفى شوبير لازم ياخد. مصطفى شوبير لا بان ان هو حارس شخصيه. طبعا لعب بطوله افريقيا، ضغط جماهيري كبير، ضغط على البطوله، ضغط باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي ما ينفعش يخش بطوله وما ياخدهاش. طبعا لعب البطوله دي كلها ما دخلش فيه تقريبا غير جون واحد. طبعا دي حاجه كبيره جدا. وكمان مش ان هو دخل في جون واحد او ان هو لعب مباريات وما جاتلوش حاجه، لا ده كان عامل رئيسي في ماتشات النادي الاهلي ان هو ياخد البطوله. كان مصطفى شوبير طبعا في فتره يقعد فتره يلعب. طبعا الحارس لما بيلعب ماتشات كتير مستواه بيعلى. لما بيجي يلعب شويه ويقعد بيجي الماتش اللي بعدها بفتره عشان يلعب يعني بياخد وقت قبل ما يرجع. لا مصطفى شوبير باين ان هو لا شخصيه حارس كبير، شخصيه حارس جيد. انه اول ما النادي الاهلي بيطلب مصطفى شوبير بنلاقيه لا بشخصيه قويه، بشخصيه الحارس الكبير اللي هو حارس النادي الاهلي وحارس منتخب مصر. ايه الصعب ان انا اقول للشناوي تعالى انزل يا مصطفى؟ ايه الصعب في دي؟ سياسه النادي. بص انا بتكلم من وجهه الجماهير. ايه الصعب ان انا اقول للشناوي بقيمه الشناوي عادي جدا اتفضل تعالى اقعد ريح معايا جنبي شويه انزل يا مصطفى؟ ايه الصعب في دي سياسه جهاز فني او سياسه نادي. يعني احنا يعني انا واحد من الناس حصل معايا كده. يعني اخدت فتره ان خلاص انت عملت اسم كبير، ان انت خلاص المدير الفني ثقته في عالي كبيره، حتى لو في قال لك ماتش وماتشين مش فايق، لا بس خبراته بعد كده تقدر ان هو تؤهله ان هو طبعا او مثلا انا محتاج علي بعيد ان هو عن حراس المرمى، لا انا محتاج كوتش، محتاج خبرات، محتاج ان هو يقدر يسيطر لي على اللعيبه داخل الملعب. كل مدير فني بيبقى ليه وجهات نظر، بس مش صعبه. لا مش صعبه طبعا. لا مش صعبه. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه عشان برضه انا بتكلم بصراحه وسكه ودغري، انا ما بزوقش الكلام. احنا شريف اكرامي كان الحارس المرمى الاساسي بتاع النادي الاهلي، وكان بيقدم مستوى مش افضل حاجه، وكان الشناوي بيقعد بمجرد ما الشناوي نزل ماتش ماتشين راح كاس عالم وبقى رقم 1 في الماتش بتاع اوروجواي. فهي ممكن يكون فعلا صح زي ما حضرتك قلت ان هي سياسه نادي، بس هل ده مش ظلم شويه؟ لا بس هنا في فرق بين الحته دي والحته دي. في فرق ان اكرامي كان خلاص كان رصيده مثلا عند النادي الاهلي او جماهيره كان قل كتير، وهم عايزين يدوا الشناوي. تمام. يعني دي فرق كتير ان الاداره والجهاز الفني خلاص ان هم حطوا ان لا ان انا هدي الشناوي، عشان كده الشناوي خد. بس الشناوي برصيده الكبير دلوقتي اللي عند النادي الاهلي او في منتخب مصر لسه معاه رصيد ان هو يقف شويه. حتى اكبر دليل اما الشناوي جه كان قاعد مع النادي الاهلي ماتشين وجه راح منتخب مصر، كابتن حسام راح لعبه على طول. يعني كان مع انه كان ساعتها مصطفى شوبير هو اللي بيلعب وهو اللي بياخد، بس الشناوي لما رجع المنتخب خده وهو ما بيلعبش، لا بدأه وبدأ اللي هو يبقى الحارس منتخب مصر وحارس النادي الاهلي. ان ما ينفعش يبقى حارس منتخب مصر وما يرجعش يلعب في النادي الاهلي. لا طبعا دي وبعدين لا الشناوي يا جماعه احنا لا محمد الشناوي ليه رصيد كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي. طبعا. وطبعا شالك في بطولات كتير وشالك في برونزيات كاس عالم، فالشناوي فعلا ليه رصيد كبير. بس هل يا كابتن انا على وجهة نظري الشخصيه يعني واسمح لي اسالك، يعني هل الاصابه اللي تعرض لها مع المنتخب في الاخر اللي هي اللي جابت له الخلع او الاصابه اللي جات له في الكتف دي اللي مأثره عليه شويه في الاداء، ان هو خايف مثلا مقلق ان الاصابه تتكرر تاني؟
ما اظنش ان تدريب حراس المرمى كله اعتماد على الطيارات، على تنزل على كتفك، على الحاجات اللي زي كده. لو هيبان ان فعلا ان هو خايف في التمرينات والحاجات زي كده، اكيد ان المدرب الحراس والمدير الفني هياخدوا لحظه ان هو لا مش هيبقى موجود الفتره دايما اللي جاية. دايما لما ترجع لضربات الجزاء مثلا اللي دخلت في الشناوي او التسديدات، الناس دول لك مد ايدك يا شناوي، مد ايدك. لا هم ركزوا على الحته دي مثلا عشان دخل مركزه، عشان بس مكررة بس حصل مثلا اخطاء تانية في حاجات تانية، لا في عدم توفيق او عدم تركيز الفتره دي، ان مش فتره الشناوي، لا في حاجات تانية كتيره، بس هو الناس مركزه في حاجه واحده عشان كده واخدينها على الشناوي. لا هي ما ثانيه واحده، انا راجل محلل اداء يا باشا. انا راجل محلل اداء، يعني انا بدور على نمط متكرر. دي الكلمه اللي كان كابتن عمر عبد الله يقعد يحطها لي في ودني، احنا بندور على نمط متكرر. فالنمط بتاع الشناوي متكرر، فطبعا ده هيبقى مجذب للعين عشان نشوف فين المشكله. دي حضرتك انت بتبص لها كمحمد، انا محلل أداء. انا ببص حته حراسه المرمى. يعني مثلا في الكوره اللي هي اتلعبت والشناوي افتكر انها بره وهي كانت لسه جوه، كان في الدوري المصري، تمام. مش متذكر كان فرقه ايه. دي من الحاجات الحارس لما بيبقى عالي ذهنيا بيبقى عايش مع الكوره لغايه اخر لحظه. لما بيفقد الحته الذهنيه شويه بتبدا في حاجات كتيره بتبدا تبقى بعيد عنه. يعني مثلا حته الشوطه مثلا، يعني حصل توفيق من كذا لعيب ان هو شاط في الحته دي ودخل الجول، بس في حاجات تانية برضو في داخل ال 18 انا كمدرب حراس مرمى شايفها لا مش ده تركيز الشناوي اللي احنا معتادين عليه اللي هو كان بيعمله الماتشات التانية. ان الحارس ممكن خلي بالك انا ممكن ما اخليش ولا كرة تيجي عندي، وخلي بالك دي الحته اللي اتعلمتها من كابتن طارق العشري اللي هو ايه، الحارس لازم يتكلم كتير، لازم يقدر تعليمات، يقدر الاربعه والاثنين اللي قدامه او لازم يكون في تواصل الاثنين الديفندر او الديفندر الواحد على حسب ما المدرب بيلعب، لازم بيعمل الحته اللي هي التغطيات العكسيه والحاجات اللي زي كده، وان هو يبدا يرحل والحاجات زي كده بالكلمه. ان انت ممكن بكلمه تمنع بيها جول، ممكن واحد يكون سرحان تدخله جوه شويه. هو الشناوي اصلا اتشهر بالحته دي، اضغط يا اشرف او روح يا اشرف. شخصيته وطريقه كلامه مع المدافعين او مع الفرقه لا كان بتاع. بس لما الواحد بيبقى يعني ذهنيا او في عدم توفيق او تحس ان هو في حاجه شغلاه او مثلا، او ممكن يكون حاجه في خارج شغلاه الملعب او حاجه لا بتاثر عليه في شخصيته في تركيزه في الحاجات دي كلها. طب والناحيه الثانيه عواد، تذبذب الاداء مثلا اللي ظهر قصاد بيراميدز كان تذبذب واضح جدا. هو عواد الهدف اللي جه مش ماتش بيراميدز بس، عواد انا برضو يعني لا انا قصدي ان ده الناتج اللي حصل في الاخر او اللي بروز الاخطاء بتاعت عواد. يعني ما هو انت يعني بص الشناوي مثلا هتلاقيه في كاس العالم اول ماتش عمله عالمي جدا، كان في تركيز عالي جدا. قصاد انتر ميامي. الماتشين التانيين مش هو مش احسن حاجه، مش احسن خاصه ماتش بورتو يعني، وبالذات ماتش بورتو واجه يعني عشم النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي كان كبير للشناوي ان هو كان يقدر يخلص لهم الماتش كالعاده. حتى لو النادي الاهلي عمال يضيع لا عندنا وحش ان هو لو في صعوبات هو هيجيبها. يعني ده يعني في بيبقى جماهير مستنيه من اللاعب بتاعه والحارس بتاعه كابتن الفرقه بتاعتي ان هو كابتن الفرقه وهو شالهم في حاجات كتيره يعني مش اول مره. بس هو يعني زعل جماهير النادي الاهلي مش الشناوي في الحته دي. حته عواد ظروف نادي الزمالك اللي هم يعني اداريا وحتى اللعيبه بينهم وبعض ما تضمنش الدنيا جوه فيها ايه. مظبوط. الحاجات دي اثرت عليه كتير، مع ان انا بقول الانسان اللي هو واثق في نفسه ومتوكل على الله، والانسان اللي هو عايز لازم يموت يعني على الفرصه، لازم يبقى اناني. انا بحب نفسي، انا ماليش دعوه باللي حواليا كلها. انا جيت نادي الزمالك نادي كبير، وانت جاي من نادي الاسماعيلي نادي كبير، بس يا ريت نادي الزمالك اكبر. انا المفروض ان انا اعيش في عالم تاني، انا ماليش دعوه بالناس دي كلها. انا احافظ على نفسي، ابعد نفسي عن اي مشاكل، ابعد نفسي عن زمايلي اللي هم مثلا في تهميد في اي حاجه زي كده، ابعد نفسي على السوشيال ميديا، ابعد نفسي عن اي مشكله اداريه تخلي ذهني مش صافي لغايه ما اوصل لدرجه زي الشناوي دلوقتي. ما الشناوي بيلعب عمل رصيد كبير جدا. اعمل رصيد في نادي الزمالك واعمل اللي انت عايزه بعد كده، هتفرق معاك كتير. هي دي بعد محمد. هو يعني انا كنت بتمنى من ايام ما كان في الاسماعيلي، كنت بتمنى له ان هو يظهر في مكان عالي. طبعا نادي الاسماعيلي طبعا ما راح الاتحاد جده وظهر بشكل انا كنت شايفه اعلى من كده كمان يا كابتن. لا عواد كان حارس مرمى، التراي بتاعه او النط بتاعته كانت رهيبه جدا. عواد من الصعب ان انت كنت تسجل فيه هدف. مشكله عواد ان هو عايز يعمل كل حاجه في نادي الزمالك.
هو مركز عايز قوي في يطلع. الناحية حتى دي. انت خدت بالك اول ما جه نادي الزمالك تحس ان كان حد ماسك السرور، هوب بتلاقي عواد على طول طالع. يعني ماسم، يعني انت في نادي كبير لا لازم تعمل كل حاجه حساب. مظبوط. عواد كان مستربع ان هو عايز يعني يعمل كل حاجه لنادي الزمالك ويرضي جماهير نادي الزمالك، وانا ده شايفه ما كانش حاجه كويسه. ما كانش بس هو امكانياته اعلى من كده بكتير طبعا. لو ركز فيها شويه وبعد عن من امهر الحراس اللي موجوده في مصر يعني. بعد عن المشاكل اللي في نادي الزمالك والسوشيال ميديا والحاجات زي كده. لا عواد ده يبقى من الحراس الكبيره في مصر، وقادر ان هو يبقى حارس كمان منتخب مصر ان شاء الله. متابع كره عالميه ولا محليه؟ بعد كل ده الساعه الا ربع هقول لك حاجه، ما تشجعش حاجه مثلا دوري انجليزي مثلا؟ طب انا هقول لك حاجه انت مش هتصدقني. اتفضل. وانا بلعب انا ما اتفرجش على كوره خالص، ولا محليه ولا عالميه. بدات لما دخلت في التدريب بقيت غصب عني لازم تتابع ان انا واتابع الدوري ايه اللي هو القسم الثالث اللي هو المحترفين، تمام، اللي هو الدوري الممتاز. طب هتقول لي ايه اللي بيخليك تتابع الثالث؟ حاجه زي كده ان انا مثلا يعني انا دلوقتي مثلا الحمد لله اشتغلت محترفين، تمام، ورحت مثلا نادي محتاج حراس. ما انت برضو المدرب الكويس اللي هو بيبدا يكتشف. انا يعني بدات اتابع الدرجه الثالثه وحاجات زي كده، ان انت لما تيجي تعمل حارس من الدرجه الثالثه وتيجي تقدمه لدوري المحترفين يتحسب لك. ان انا الواحد شغال على كده، انت لازم تعمل اسم عشان خاطر ربنا يكرمك وان انت تقدر ايه تسمع، وان انت خلاص نجاح من نجاح الحارس بتاعي كمان ترجع زي ما لعبت، ان انت لعبت دوري ممتاز كتير، ان انت ترجع لحلمك تاني وتدرب في الدوري الممتاز. بس يعني ما بتتابعش ارسنال، مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، الحاجات دي؟ احنا بنتفرج للمتعه. والله اقول لك هم بيلعبوا كوره واحنا بنلعب كوره يا كابتن، ما انا عارف. هم كورتهم حاجه تانية، بس هو اللي خلاني دخلت فعلا احتراما للشغل وحفاظا على شغلي. لا طبعا انا داخل في حته اللي هو الحاجات على المواقع اللي هو تدريبات حراس المرمى طبعا، المدربين الكبيره والحاجات زي كده. الحاجات الواحد يبدا برضه يتعلم منهم ويطور من نفسه. طبعا مع مدربين مصريين انا لغايه دلوقتي فاتح معاهم لينك، ان انا على طول بستشيرهم، وان انا على طول فاتح معاهم تواصل، وعشان خاطر الواحد يتقدم ايه، ان برضه مش عيب ان الواحد يتعلم منهم يعني. لا بس يعني كل الناس بتتفرج على كوره عالميه، ما بتتفرجش على برشلونه وريال مدريد دوري ابطال خالص، ولا كاس عالم حتى. بتفرج لو المنتخب بس لعب، لو منتخب مصر. يا رب يا كابتن، يعني ممكن نصعد ان شاء الله. والله هنتمنى. هو احنا نتمنى، بس خلي بالك من سؤالي، احنا هنصعد ان شاء الله. ان شاء الله. الواحد ثقه يعني عنده ثقه في الكابتن حسام وجهازه ان شاء الله باذن الله. وطبعا والمجموعه اللعيبه والجماهير المصريه طبعا تكون مسانده. كمان المجموعه اللي احنا فيها سهل ان انت تصعد منها، مش محتاجه ان انت تدخل نفسك في حوارات. انا ما بسميش حاجه سهله. انا ما بحبش الكلمه دي خالص. يعني انا حتى لما كنت اجي العب وانا في الدوري الممتاز نلعب فرقه مثلا حتى لو في كاس مصر درجه ثالثه ولا حاجه زي كده، انا كنت باخد الماتش على اعصابي. ان انا ما بحبش يعني حد يحرجني في الماتش. ما بحبش ان انا اطلع مثلا بفرقه قليله اطلع متعادل او خسران. الحاجات دي كانت تتعبني. ممكن العب فرقه كبيره اطلع خسران ما فيش مشكله خالص، بس ادي اعمل اللي عليا وزياده. لا وازعل من النتيجه لو فرقه درجه ثانيه او ثالثه. هي دي الكوره. ما انا لو طلعت مغلوب انا كده. بس لو دوري ممتاز لو اديت واتغلبت ما ازعلش. ايوه، بس لو اتغلبت من فرقه درجه ثانيه او درجه ثالثه لا اطلع احس ان انا لا اتضايق جدا من الحاجه. كابتن علي انا هستاذنك تمضي لي على الكره الجميله بتاعتنا، امضائك اللذيذ، عشان انا هحتفظ بامضاء حضرتك وطبعا كل الناس اللي هيشرفونا فيما بعد. فهيشرفني طبعا حضرتك. شرف ليا. الله يكرمك يا كابتن. حبيبي انا معتز الطاهر يا كابتن. اكتب اللي انت عايزه. متشكر جدا جدا جدا. اول امضى الكابتن علي معايا الحمد لله. ان شاء الله انا ممكن اجيب كرة تانية لبقيه الضيوف واخلي دي الكابتن علي بس. حبيبي والله. كابتن علي حضرتك نورتني وشرفتني، وان شاء الله هي اول مره ومش اخر مره. انا عايز اقعد معاك تاني هنتكلم في حاجات. هقنعك بارسنال. خلي بالك انا بشجع ارسنال وبحلل ارسنال.
فهقنعك بيها. هتخليني ابدا دلوقتي يعني هبعت لك كل حلقاتك يا كابتن. فبرضه يعني شرفنا طبعا حضرتك، منورنا تاني، ومتشكر جدا لتلبيه الطلب المره دي يا كابتن. متشكرين جدا ليك يا معتز، ويعني اتمنى ان انا اكون ضيف خفيف عليك وعلى الساده المشاهدين. الله يكرمك. وتكون يعني ان شاء الله، يعني انا اتمتعت بالحلقه، اتمنى الناس كمان تتمتع من الحلقه ان شاء الله. اكيد يا كابتن، اكيد يا كابتن. شكرا جدا ليكم، ودي كانت حلقتنا النهارده من ذا بودكاست. ان شاء الله نشوفكم في الاسبوع الجاي. السلام عليكم.